السلام عليكم. ازيكم؟ عارفين القاتل المتسلسل؟ القاتل المتسلسل هو الشخص اللي بيقتل اكتر من 3 او 4 افراد، وبيبقى غالبا مريض نفسيا، عشان كده بيقتل عشان يشبع الرغبات دي، وبيفضل يرتكب الجرائم دي على فترات زمنيه كبيره، تمام كده؟ والقتله دول بيبقى غالبا لهم نمط معين في القتل، وبيحبوا يشوفوك وانت بتتعذب وانت بتموت. وحكايتنا النهارده عن واحد من القتله دول، واللي وصلت ضحاياه ل 37 ضحيه، واللي لحد النهارده محدش يعرف هو مين، برغم انه كان بيبعت رسائل للشرطه والجرايد الكبيره والقنوات، وبيطلب منهم حاجات كتير يعملوها، وكمان بعت لهم رسائل مشفره وقال لهم انهم لو حلوها هيعرفوا هو مين ومكانه فين، وبرغم كده محدش عرف برضه. وهنتكلم النهارده عن الزودياك. بدأنا النهارده في امريكا، وتحديدا في اواخر الستينات، لما بدأ يتعرف قاتل متسلسل اسمه الزودياك. الزودياك معناه دائرة البروج، وهي باختصار كده الدائرة الفلكية اللانهائية لل 12 برج، زي الميزان والعذراء والحمل وهكذا. والمقصود بالاسم ده انه اكبر من الناس كلها. المفروض ان اول جريمة قتل عملها كانت في ديسمبر سنة 1968، وبعدها بدأ سلسلة قتل اللي وصلت ل 37 ضحية، ده على كلامه هو يعني. بس البوليس معرفش يثبت غير 7 بس. طب ليه؟ لان زي ما قلت لك ان المعروف ان القتله المتسلسلين مهتمين جدا بصوره القتل الشخصيه، وان يكون ليهم نمط معين في القتل، يخنقك بقى بايده، يعذبك الاول وبعدين يموتك، المهم انه بيحب يستمتع بالقتل. الزودياك بقى ما كانش بيهمه الكلام ده خالص، يعني ما كانش مميز باسلوب قتل معين، يعني مره يقتل بسكينه ومره بمسدس، مره يستدرج ضحاياه ومره يقتلهم مكانهم. يعني مثلا اول جريمه قتل عملها لما قتل بيتي وديفيد، ودول كانوا خارجين في اول موعد غرامي ليهم، وركنوا العربيه بتاعتهم قدام بحيره هيرمان. راح دخل الزودياك عليهم وقال لهم مساء الخير، وراح ضاربهم بالنار وماشي، يعني لا مثل بجثتهم ولا استمتع بقتلهم ولا بخوفهم ولا اي حاجه من الكلام ده. وفضل الزودياك يقتل في الناس ورا بعض، ومحدش كان عارف يربط بين الجرائم دي كلها، لان زي ما قلت لك انه مش مهتم باسلوب قتل معين، وكان كل مره بيقتل بطريقه شكل. وفضلنا على كده محدش فاهم حاجه لحد ما الزودياك قرر يلعب شويه. وبدات اللعبه يوم 1/8/1969 لما بعت 3 رسائل متشفرين لجرايد كبيره في سان فرانسيسكو، ودي كانت منطقه نشاط، وقال لهم فيها ان هو مسؤول عن كذا جريمه قتل، وحط لهم فيها كمان 480 كلمه متشفره، وقال لهم انكم لو عرفتوا تفكوا التشفير ده هتعرفوا انا مين ومكاني فين. وقال كمان ان الجرايد لو ما نشرتش الرسائل بتاعته في الصحف بتاعتهم هيقتل اي حد يشوفه في الشارع ماشي لوحده بالليل. المهم ان الشرطه خلت جريده واحده اللي تنشر الكلام ده، وفي الصفحه الرابعه كمان، على اساس انهم مش مهتمين يعني، وكتبوا جمله كبيره كده ساعتها وقالوا نحن لسنا متاكدين انه القاتل، وطلبوا منه انه لو هو القاتل يبرهن لهم ويبعت رساله ثانيه عشان يثبت الكلام ده. بعدها ب6 ايام الزودياك بعت رساله كمان، بس المره دي بعتها للشرطه، وكتب فيها اعزائي المحققين هنا الزودياك يتحدث. ودي كانت اول مره يقول فيها الاسم ده، ووصف لهم في الرساله الضحايا اللي لقوها والطريقه اللي لقوها عليها وكمان اللي عملوا فيها، ودي كانت حاجات سريه الشرطه بس اللي تعرفها، وان ما اتنشرتش لعامه الشعب. وبعد الرساله دي بيومين في 2 متجوزين اسمهم دونالد وبيتي قدروا يفكوا شفره منهم، واللي كانت بتقول في معناها ان الزودياك بيقتل الناس عشان بيجمع عبيد يخدموا في الحياه الاخرى. وباقي الرسائل محدش عرفها خالص ولا فاهم منها حاجه. وبدات الرسائل المشفره تكتر، والزودياك بدا يلعب بالراي العام اكتر واكتر. يعني من ضمن الرسائل انه قال في رساله منهم انه حابب يشوف الناس لابسين زراير عليها رمز الزودياك. وبعدها بعت رساله وقال انه اتضايق جدا ان الناس ما سمعتش الكلام، وانه قتل واحد وهو متضايق كان قاعد في عربيته. فبعدها الناس لبست الزراير على طول من خوفهم، وكمان كان بيطلب من قنوات التلفزيون ضيوف معينين وبيضحك عليهم وما يكلمهم، او كان بيكلمهم ويديهم مواعيد معينه ويضحك عليهم برضه وما يروحوا. وبعت للشرطه رساله وقال لهم فيها ان هو هيفجر اتوبيس مدرسه اطفال، وكتب جنبها ان الزودياك 10 والشرطه 0. وبرضه بعت رساله فيها 35 حرف مشفر، وقال ان دي احداثيات لقنبله هو دافنها وهتنفجر في اي وقت، وكتب جنبها الزودياك 12 والشرطه 0. وبعدها بعت رساله كمان واستخدم فيها كلمات اغنيه لفرقه اسمها ميكادو، وغير الكلمات بتاعتها وخلاها كلمات عن خططه لتعذيب الناس في الجنه، وكتب جنبها الزودياك 13 والشرطه 0. يخرب بيت غلاستك يا اخي. وسنه 2012 في واحد اسمه كوري قدر يفك شفره منهم عن طريق ان هو بدل اول حرف بالانجليزي للحرف القريب منه، وبعدها بدا يبدل كل حرف منهم بالحرف اللي يسبقه ب3 حروف. والرساله اللي طلعت من الكلام ده كانت بتقول ارجوكم ساعدوني على وقف القتل، ارجوكم اسمي لي ألن. بس النتيجه دي اترفضت اصلا، وقالوا ان ده بيحور، وانه كل ما بيتزنق بيحط قاعده جديده عشان يعمل حل ويكمل اللعبه دي للاخر. طب يا جدعان دوروا، ما ممكن يبقى هو. قال لك لا، هو كده كده بيحور. وطبعا كان في شويه بلاغات كده، يعني كان في واحد اسمه دينيس كوفمان سنه
سنه 2007 قال ان الزودياك يبقى جوز امه، وقدم صور وقال انها لضحايا الزودياك، لا وكمان رفعها على الموقع بتاعه، بس الصور كانت جودتها ضعيفه جدا ووحشه جدا فما قدروش يعتمدوها كدليل. وفي 2009 في واحده اسمها ديبرا لويز قالت ان الزودياك يبقى ابوه، بس عشان ديبرا قبل كده كانت قالت انها هي الابنه الغير شرعيه للرئيس الامريكي السابق جون كيندي، وكانت طلبت بالتبني ساعتها، فقالوا انها بتاعت حوارات وما اعتمدوش كلامها نهائي. المهم ان القضيه لحد النهارده مفتوحه، ولحد النهارده ما حدش يعرف مين الزودياك. وبس كده، لحد كده خلصت قصتنا النهارده. وكالعاده طبعا ما تنساش تقول لنا رايك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف حكاياتنا الجديده، ولو انت على التيك توك ما تنساش اللايك والفولو، وطبعا ما تنساش حركه الاكسبلور. سلام.